سؤال مهم، مين اللي أكل مفاسة؟ كلنا عارفين المشهد الأخير بتاع مفاسة لما أخوه أنهى حياته، بس النهاردة هجاوبك على السؤال ده. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. وقبل ما نبدأ الفيديو حابب أقول لكم إن ميزة تشكرات اتفعلت في القناة، لو حابب تدعم القناة ادعمها وأكون شاكر ليك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. خليني أخدك لمشهد كلنا عيطنا فيه، وهو نهاية مفاسة. كلنا عارفين المشهد كويس اللي انتهى بهروب سيمبا، ولكن ايه مصير جثة مفاسة؟ أكيد الأسود مش بيدفنوا، ممكن يكون الضباع أكلته؟ الحقيقة إن في عالم الحيوان مفيش حيوان بياكل جثة الأسد إلا الأسد نفسه. فعلا الأسود هي الوحيدة اللي بتاكل جثث بعضها، بالذات على سبيل الانتقام، وأحيانا بياكلوا الصغار عشان يستأثروا بالحكم. في آخر الفيلم بيظهر سكار وهو بيلعب بجمجمة لمدة كام ثانية. لو جينا نبحث عن شكل الجمجمة دي هنكتشف إن دي جمجمة أسد، ومش بعيد القفص الصدري اللي كان زازو محبوس فيه يكون بتاع مفاسة برضه. ديزني جابت الخاطر البشع ده بشكل رمزي في مشهد الجمجمة ده، واحنا ما خدناش بالنا لاننا كنا اطفال ساعتها، والاضافة دي تجعل سكار اكتر شخصية كرتونية مكروهة. ودي كانت الاجابة على سؤال مين اللي اكل مفاسة. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.